رحلة في أرقام المساجد حول العالم. في هذه الحلقة الخاصة من برنامجنا اللي نستكشف فيه عالم المساجد، تلك المآذن الشامخة التي تعلو فوق التلال والصحارى والمدن الكبرى. اليوم سنأخذكم في رحلة مذهلة عبر قارات العالم لنكتشف كم عدد المساجد في كل دولة، وكيف أصبحت هذه المعابد الإسلامية جزءاً لا يتجزأ من النسيج الثقافي والديني لكل بلد، لنتخيل لوهلة أننا نقف على قمة أعلى نقطة في الأرض، ننظر إلى أسفل حيث تمتد أمامنا مساحات شاسعة من الدول والمدن والقرى. هل تخيلتم؟ حسناً. ماذا إذا أخبرناكم أن هناك أكثر من 3,060,000 مسجد منتشرة حول العالم؟ نعم، هذا الرقم ليس مجرد رقم عشوائي، بل هو انعكاس عميق لانتشار الإسلام ولدور المساجد كمراكز ثقافية ودينية واجتماعية. لكن السؤال اللي يطرح نفسه هنا، كيف يتوزع هذا العدد الكبير من المساجد بين دول العالم؟ وما هي الدول اللي تحتضن أكبر عدد من المساجد؟ دعونا نبدأ الرحلة. الدول ذات أكبر عدد من المساجد في المرتبة الأولى تجي تركيا، تلك الدولة التي تجمع بين الشرق والغرب وتضم بين طياتها آلاف المساجد التاريخية مثل السلطانية وآيا صوفيا. تركيا تحتضن حوالي 89,000 مسجد، وهو رقم مذهل يعكس اهتمام الشعب التركي العميق بالمساجد كجزء من هويتهم الثقافية والدينية. وفي المرتبة الثانية ننتقل إلى إندونيسيا، أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، بإجمالي يتجاوز 800,000 مسجد. تعتبر إندونيسيا مهداً للتنوع الإسلامي، حيث تجد المساجد الكبيرة مثل مسجد إستانا جامع جنباً إلى جنب مع المساجد الصغيرة المنتشرة في القرى النائية. أما في مصر، فهذه الدولة العربية العريقة تمتلك حوالي 110,000 مسجد، منها الجوامع التاريخية مثل الجامع الأزهر الذي يعد أحد أهم المؤسسات التعليمية الإسلامية في العالم. المساجد في القارات المختلفة. لنأخذ خطوة إلى الأمام ونتعرف على كيفية توزيع المساجد في القارات المختلفة. آسيا، القارة الأكثر احتضاناً للمساجد، حيث يوجد فيها أكثر من 2,500,000 مسجد، مما يجعلها القارة الأعلى نسبة من حيث وجود المساجد. إفريقيا تأتي في المرتبة الثانية بأكثر من 700,000 مسجد، حيث تنتشر المساجد في شمال إفريقيا وغربها بشكل خاص. أوروبا، رغم كونها قارة غير إسلامية تقليدياً، إلا أنها تشهد زيادة كبيرة في بناء المساجد، حيث يوجد حالياً حوالي 40,000 مسجد، خاصة في الدول مثل فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة. أمريكا الشمالية والجنوبية توجد فيها حوالي 7,000 مسجد، حيث تنتشر المساجد بشكل أكبر في الولايات المتحدة والمكسيك. أستراليا ونيوزيلندا تحتضن حوالي 400 مسجد، مما يعكس وجود مجتمعات إسلامية متزايدة في هذه المناطق. المستقبل وتحديات البناء. لكن يا ترى ما هو مستقبل المساجد في العالم؟ هل سنشهد زيادة في بناء المساجد أم أن هناك تحديات تواجه هذا النمو؟ في الواقع في العديد من التحديات اللي تواجه بناء المساجد في بعض الدول، مثل القيود القانونية أو الاجتماعية. لكن في الوقت نفسه نرى جهوداً كبيرة من المجتمعات المسلمة لبناء مساجد جديدة وتحويلها إلى مراكز ثقافية وتعليمية شاملة. في نهاية هذه الرحلة نتذكر دائماً أن المساجد ليست مجرد مبان من الحجر والطين، بل هي رمز للإيمان والتواصل بين الإنسان وخالقه. إنها أماكن تجمع الناس تحت سقف واحد، بغض النظر عن اختلافاتهم الثقافية أو الجغرافية. ولا تنسوا أن تشاركوا معنا آراءكم حول هذه الرحلة المميزة. حتى نلتقي مرة أخرى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.